الإمام الحسين عليه السلام تمكن من أن يسير التاريخ وليس التاريخ يسير الإمام. لذلك نلاحظ من خلال الندوات والمؤتمرات اللي أحضرها أشوف بأن الأخوة اللي يعني يجون من لندن، يجون من باقي الدول، مثلا على سبيل المثال نيويورك، الأخ ينقل لي أنه في محرم تصبح هناك تجمعات بوعي، تجمعات للتعارف، تجمعات لإحياء شعيرة الإمام الحسين إلى وحي الإمام الحسين. الوحي اللي أقصد به طبعا هي رسالة محرم، رسالة ما مضى من الإمام الحسين بهذه الأيام. كيف الإمام الحسين عليه السلام تمكن من أن يغير مسار كان مساره إلى الكفر وليس إلى ماذا؟ إلى إحياء واحترام الإنسانية. فيقول إحنا تعرفنا على الإنسانية أكثر وأكثر من خلال جلساتنا ومن خلال حضورنا بهذا اليوم اللي بعض المسلمين يحيون هاي الفكرة، يحيون أقوال الإمام الحسين. كيف الإمام الحسين تكلم مع القاسم، كيف الإمام الحسين تكلم مع علي الأكبر، كيف الإمام الحسين تكلم مع العباس، كيف العباس عليه السلام كان يقول للإمام الحسين يا سيدي في آخر ومضة في حياتي قال يا حسين أو قال يا أخي.